وبركاته. ويسعدني أن ألتقي بكم في موضوع جديد عبر هذه الحلقة، وهو الإسلام والعلمانية. العلمانية أيها الإخوة مفهوم تعرض في العالم الإسلامي وخاصة العربي منه إلى تشويه وتحريف كبيرين، ولا تزال مختلف المدارس الإسلامية السياسية تعمل على تحريف هذا المفهوم بغية إبعاد الناس عنه، لأن الإسلاميين السياسيين يراهنون على أن يكون الإسلام مطية لهم، وأي شيء يجعل السياسة مشاعا لهم ولغيرهم سيكون مدعاة لمخاصمتهم وعداوتهم لهذه الفكرة. بداية هم يخاطبون المسلمين على أن العلمانية مفهوم غربي مستورد، ولأن كل شيء غربي ليس بالضرورة أن يكون سيئا. أقول لا تضر العلمانية أنها جاءت من عالم غربي، فالديمقراطية وتداول السلطات والتعددية وغيرها من المعاني رسختها حضارة العالم الغربي في هذا العصر، ونحن كمسلمين وإن كانت لنا سوابق ولنا أصول في مثل هذه القضايا، لكن هذا التطبيق العملي وهذا التقنين لمثل هذه المبادئ شيء جديد علينا، وديننا الإسلامي يحبذ أن نأخذ بها من باب الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها كان أولى بها. حتى الإسلاميون السياسيون بل حتى المتطرفون نجدهم يتعاطون مع أشياء غربية دون حرج. حتى الذين يمارسون التفجير ضد الغرب يستعملون التلفزيون ويستعملون الانترنت ويستعملون كل وسائل الحضارة الغربية. لما؟ يتشنجون من مفهوم العلمانية ويحاولون محاربتها وتشويهها من خلال تجارب عقيمة أو قزمة أراد بعض الناس أن تظهر للعالم الإسلامي من أجل تشويه هذا المبدأ، كما ظهرت تلك الصور في العلمانية التركية، حيث أراد الإسلاميون السياسيون دائما أن يلفتوا أنظار المسلمين إلى العلمانية التركية التي رسخها أتاتورك، والتي هي ليست فصل الدين عن الدولة وإنما معاداة الدولة للدين. لم يقل أحد في الغرب أن العلمانية هي معاداة الدولة للدين، إنما العلمانية هي فصل الدولة عن الدين، بمعنى أن يكون للدين مؤسساته الخاصة التي ترعى شؤون الدين وتسعى في تربية أتباعه وإيصال رسالة الدين إلى معتنقيه أو إلى من تريد أن تبشرهم برسالة الدين. أما الدولة فهو مجال رحب لكل من يمتلك قدرة في السياسة وإدارة المجتمع وفن قيادة الناس. ولعل عودة منا إلى التاريخ الإسلامي سنجد أن النظام في عهد الخلفاء الراشدين كان علمانيا، بمعنى فصل الدين عن الدولة. لقد كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حاكما يتحرى مصلحة العباد. نعم، هم مسلمون وينطلقون من خلفية إسلامية، وليست العلمانية معاداة لقيمهم ومبادئهم، هم حتما سيتحركون وفق هذه المبادئ والقيم، لكنهم كانوا يفصلون بين الدين والسياسة. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يتعامل مع اليهود ويتعامل مع النصارى في شؤون الدولة، وهكذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا عثمان، وهكذا علي، ومن سار على نهجهم كانوا يتعاملون مع المواطنين على أساس كفاءتهم وليس على أساس ولائهم للدين. وهناك الكثير من الكتبة والوزراء والذين أبدعوا في خدمة الدولة الإسلامية والخلافة الراشدة لم يكونوا مسلمين، وقد ظهر ذلك في الدولة الأموية بارزا، وبرز بشكل أكثر في الدولة العباسية. لقد حرص المسلمون دائما
على أن يتعاملوا مع الناس على أساس كفاءاتهم وقدراتهم. نعم، قد يكون الرجل مسلما تقيا زاهدا صالحا ورعا، لكنه ربما لا يكون أهلا لقيادة المجتمعات. وقد سأل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يوليهم أمارات أو ولايات، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينأى بهم عن هذه المناصب، كأبي هريرة وأبي ذر وعمار وأمثالهم كثيرون. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجحفهم حقهم ولا ينزل من مكانتهم الدينية. إن قيادة المجتمعات وإدارة الدولة شيء، وكون الرجل مسلما تقيا هو شيء آخر. ولقد ضرب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أروع الأمثلة في هذا الميدان، يوم أراد أن يولي رجلا على شؤون الدنيا، وهو يجسد قراراته انطلاقا من المبادئ التي تعلمها في مدرسة النبي محمد صلوات الله عليه وسلامه. هذا الرجل العظيم الذي فصل بين الدين والسياسة يوم قال لهم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. عمر بن الخطاب هذا رضي الله عنه يوم أراد أن ينصب رجلا على ولاية سأل أحد الناس عنه: ماذا تعرف عن هذا الرجل؟ قال: إنه رجل خير، إنه رجل محسن، إنه رجل صالح. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هل أنت جاره الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل أنت تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه لأن السفر يظهر معادن الرجال؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته في المسجد يصلي ركيعات يطيل ركوعهن وسجودهن؟ قال: نعم. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه المقولة وهذا القرار يريد أن يبين لنا أن أساس تعاملنا مع الناس وأساس توليتنا للرجال في مناصب الدولة وإدارة المجتمعات ليس هو ركيعات تصليهن في المسجد تطيل ركوعهن وسجودهن، إنها علاقة بينك وبين ربك نمدحك عليها ونحمدك عليها ونتمنى لك القبول بين يدي ربك. لكن أن تقود مجتمعا وأن تدير إدارة وأن تقود جيوشا تحتاج هذه القضية إلى مقومات أخرى. إن من يريد أن يدمج بين الدين والدولة إنما يريد أن يبني علاقة الناس على الولاء، وكثيرا ما فشلت العلاقة على أساس الولاء. في تاريخ الكرد أمثلة وقضايا أنا أريد أن أذكرها ليس طعنا في بعض العشائر، فكل هذه العشائر هي بني عمومتي، وأنا أفتخر بقرابتهم لي وبقرابتي لهم، لكن هذه حقيقة ولا بد أن نذكر أو نعود إلى تاريخنا حتى نستفيد منها الدروس والعبر. في تاريخ الكرد مسألة العتبانية والمحية قضية وقفت عندها كثيرا. يقول المثل أو تقول القصة إن رجلا كان راكبا دابته وقف إلى جانب قرية كردية في منطقة أومريان على نبعة ماء، كانت على النبعة امرأة طلب منها ماء، فقالت المرأة لها: هل أنت محمودك أم عتمانك؟ احتار الرجل، إنه يعلم أن الناس في مجتمعاتنا تبني علاقاتها على أساس الولاء وليس على أساس الكفاءة والاستحقاق. إذا قال أنا عتمانك فربما المرأة محمودكية، وإذا قال أنا محمودك فربما المرأة عتمانكية. فقال: الأفضل أن أفصل بيني وبين حماري. قال: يا هذه يا أختي، أنا محمودك وحماري عتمانك. قال: إذن إن حمارك سيشرب لأنه من قبيلتنا، لكن عذرا أنت محمودك أنت من خصومنا ولا تشرب. أيها الإخوة، إذا بنينا علاقاتنا مع الناس على أساس الولاء فإن الحمار سيشرب وسيبقى الرجل عطشانا. إذا بنينا أساس علاقاتنا مع الناس على أساس الدين، على أساس الولاء للآخرة، وعلى أساس الولاء للمبادئ التي نعتنقها ونؤمن بها، سيتولى إدارة مسلم بسيط جاهل
وسأهمش رجلا يزيديا أو مسيحيا ربما يكون عبقريا في مجاله، رجل ربما تعلم غرب مجال الكمبيوتر أو الإنترنت، لكنه رجل غير مسلم، إنه مواطن يعيش معي ويحرص على سلامة بلدي، وقد تعلم وبذل سنوات عمره من أجل أن يرفع من سوية شعبي. إذا تعاملت مع الناس على أساس الدين لا على أساس الكفاءة والقدرات، على أساس الولاء وليس على أساس الإمكانيات، وعلى أساس عدم الفصل بين الدين والدولة، إن هذا الرجل الذي هو عبقري في مجاله، ربما في طبه، ربما في هندسته، ربما في زراعته، إنني سأهمشه وسأدفع به جانبا، والمسلم البسيط الذي هو من أبناء ديني والذي هو يشهد معي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وربما تنقصه كفاءات الإدارة والقدرة على قيادة هذا الميدان الذي أوكل به، إنني سأختاره ليكون هذا الرجل قائدا، وبالتالي سيقود من معه إلى الهلاك والتلف والضياع. إنني بكل صراحة أريد أن أقول للناس وخاصة للمسلمين، يجب أن نعود لتاريخنا، إلى تاريخنا، حتى نرى أن إسلامنا قد وضع النقاط على الحروف، ولا بد أن نستنير بهذا التاريخ من أجل أن نستخلص منه العظات والعبر. إننا بحاجة إلى استنفاد كل الفرص، بحاجة إلى الاستفادة من كل الإمكانيات الموجودة في مجتمعنا. إن الذين بنوا علاقاتهم مع الناس على أساس الولاء، أنا مثلا أعلم في إدارات كثيرة في دولنا التي عشناها، كان مدير الدائرة أو مدير المدرسة لا يعين إلا إذا كان من الحزب الحاكم، تجده في المدرسة الواحدة 20 مدرس، كلهم أكفأ من المدير وأكثر قدرة على إدارة هذه الأكاديمية، ربما فيها 1000 أو 1500 طالب، فيها أكثر من 500 مدرس. المسألة تحتاج إلى كفاءات وقدرة، لكن الذي يعين فقط هو الذي ولاؤه للحزب، هو الذي ينتمي إلى هذا الحزب الحاكم، بينما رجل الكفاءة يهمش. إنني من باب وضع النقاط على الحروف، ولأنني مسلم وأعلم أن الإسلام قد توجر به، وخاصة من قبل الأحزاب الإسلامية كثيرا، لأن السياسة إذا كانت مشاعا لكل الناس سوف لن نجد إلا فرصة تتناسب مع قدراتنا، وربما قدراتي لا تسمح لي أن أخذ موقعا معينا. لقد رأيت في الغرب مظاهر كثيرة لفتت نظري بين المسلمين. كنت في الفترة سابقة في أوروبا، كانوا يسألونني عن اللحم الشرعي، اللحم الحلال. هذا اللحم الذي نأكله في أوروبا هل هو حلال أم حرام؟ كنت أقول لهم استغلوني واستغلوا هذا الوقت الذي أنا فيه قبل أن أشتري مجزرة، لأنني إذا عدت إلى أوروبا مرة قادمة واشتريت لي ملحمة ومجزرة سأكتب أيضا على باب متجري إن لحمي فقط هو الحلال. أيها الإخوة، إن الإسلام قد سمح لكم أن تتناولوا لحوم كل الناس في أوروبا. طعام الذين قال ربنا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والناس في أوروبا إما يهود أو نصارى، فطعامهم حل لكم. لكن إذا كانت لي مجزرة، محل قصابة، محل لحم، وقلت لكم إن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أنتم 100 أسرة، مثلا 100 أسرة كردية في بلجيكا، من أين تشترون لحومكم؟ أنا محلي ربما لا يكون من حصتي إلا أسرة أو أسرتان، لن أبيع في الأسبوع إلا 5 كيلو أو 10 كيلو. لكنني إذا قلت لكم إن لحمي هو الحلال ولحم غيري هو حرام ونجس، إنني حينني سأضمن 100 أسرة لتكونوا من زبائني وأبيع اللحم إليكم وأنتم تشترون مني حصرا، لأن لحمي شرعي ولحمي إسلام. وهكذا نحن كمسلمين، ليست ضرورة أن أحرم السياسة على المسلمين. المسلم من حقه أن يقف في السياسة كغيره، من حقه أن يقود إدارة كغيره، من حقه أن يقود مجتمعه كغيره، لكن ليس من حقه أن يختم سلوكه وطروحاته واجتهاداته بخاتم الإسلام، لأنه إذا ختم سلوكه واجتهاداته وآراءه السياسية بخاتم الإسلام يعني ذلك إقصاء للآخرين. إنه حينئذ سيقول للناس إن هناك خير وشر، أنا من أتباع الخير وغيري من أتباع الشر، أنا من حزب الله والآخرون
ليسوا من حزب الله. وليسمح لي إخوتي اليزيدية إذا قلت لهم إن الآخرين ربما يكونوا من حزب يقولون ميرك، يعني أنا لا أريد أن أذكر اسمه مراعاة لمشاعري، لكنهم بالتأكيد عرفوه. إنني حين أصنف نفسي على أنني من حزب الله، هذا يعني أن الآخرين هم من حزب أمريكان إيدي، بمعنى أنني ألغيت الآخرين، أقصيت الآخرين، كفرت الآخرين، فسقت الآخرين، بدعت الآخرين، لأضمن أصوات الفئة المسلمة البسيطة. أنا وحدي أحكم باسم الله، كما كان الأباطرة أيام زمان، أيام الرومان وغيرهم، كانوا يقولون نحن نحكم باسم الله. ما الفرق بيننا وبينهم؟ إذا كنت أنا أدعي أنني أحكم باسم الله وهم كانوا يقولون نحن نحكم باسم الله، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن لا نحكم باسم الله. نحن بشر نخطئ ونصيب، ولذلك حين كان يرسل رسوله إلى الناس كان يقول لهم إنهم أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا ترضى، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. وهذا ما نتعرض له في مشاكلنا، مثلا في قريتي أو في منطقتي تحصل مشكلة، تخطف امرأة، يقتل رجل، يأتون إلى الشيخ ويقول لنا يا شيخ احكم بالشرع، اليد التي تقطعها الشرع لا تدمي. والشيخ يسكت، لا يقول لهم يا ولدي أنا لا أحكم بالشرع، أنا رجل ربما أحكم بالخطأ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما أنا بشر ولعل بعضكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقبله على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. رسول الله يقول أنا أحكم بنفسي وبرأيي واجتهادي، ولا أحكم بناء على أمر الله. لكن هذا الشيخ المسكين أو الملا المسكين لا يقول للناس أنا لا أحكم باسم الشرع، إنه إن قال يخشى أن تنزل مكانته، يجب أن يتجرأ ويطبق منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لهم أنا لا أنزلكم على شريعة الله، وأنا لا أنزلكم على حكم الله، فأنا لا أدري، أنا بشر، أنا لا أدري أصيب حكم الله أم لا، ولكنني أنا رجل سأجتهد وأبذل جهدي لأن أوصلكم إلى أقرب ما يكون إلى الشرع. هكذا أريد بالعلمانية. ليست العلمانية ما يريده الناس أن يغرسوه في أذهانكم بمعنى معاداة الدولة للدين. هناك الكثيرون أنا التقيت بهم قادة أوروبا مسيحيون يدخلون الكنيسة ويسمعون لموعظة القس ويتباركون بالكنيسة، ولهم أيام كغيرهم يدخلونها، بمعنى أنهم مؤمنون حسب ديانتهم، لكنه لا يأخذ دينه إلى البرلمان، لا يأخذ دينه إلى وزارة الخارجية، ويتعامل مع المواطنين جميعا على أساس أنهم مواطنون. ومع الأسف نحن كمسلمين نسينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من جنب الدين عن المواطنة. يوم دخل المدينة المنورة وقع وثيقة المدينة، وهي الوثيقة التي يجب على المسلمين أن يفتخروا بها. نحن أول من فصل الدين عن الدولة، أول دولة أقيمت على وجه الأرض، دولة دينية أقيمت على أساس غير ديني، هي دولة المدينة المنورة. بناها رسول الله وهو رسول الإسلام وهو حامل رسالة الدين، بناها على أساس غير ديني يوم وقع اتفاقية المدينة بين الأوس والخزرج وهم مسلمون، وبين يهود المدينة ومشركيها وبقية العرب ممن يلوذ بهم وهم كانوا مشركين، يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن محمدا ومن معه من الأوس والخزرج ويهود المدينة هم أمة دون من سواهم. إنني حين أدعو إلى العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة أقصد منها إحياء وثيقة المدينة، لنتعامل مع المواطنين كما هم، مسلمين، مسيحيين، يزيديون، بغض النظر عن عقائدهم، هم أحرار في عقائدهم، لا إكراه في ديننا. يقول ربنا سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الناس سواسية كأسنان المشط، ونحن كدعاة كمسلمون كمربون كملالي كمشايخ نحن وظيفتنا أن ندعوهم إلى رسالة الإسلام من خلال منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ليس المطلوب أن يكون الملا أو الشيخ رئيس مخفر أو ضابط أمن
أو رئيس دائرة أمن سياسي يقود الناس إلى المسجد بالسيف والإكراه. إن إلينا إيابهم، هكذا يقول الله، يسحب الصلاحيات من رجال الدين الإسلاميين. أصلا لا يوجد عندنا مبدأ أو فكرة أو مصطلح رجال دين. إن عندنا علماء أوعى من غيرهم، فقهاء أكثر معرفة بالشرع، وليس لهم سلطة على المسجد وليس لهم سلطة على المجتمع. إن إلينا إيابهم، هكذا يقول رب العزة جل جلاله. ليس لكم علاقة بعبادي، لا أطلب منكم أن تهدوهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنا أتكفل بمحاسبة عبادي، أما على الأرض في السماء يقول الله أنا وعبادي سنتحاكم ونتحاسب، وأنا سأغفر لهم كل شيء، أو كل شيء قابل للمغفرة إلا الشرك. أما في الأرض فأنتم سواسية أمام القانون، وأنتم سواسية أمام الواجبات، وعليكم أن تبنوا بلدانكم وأوطانكم يدا بيد، بغض النظر عن إيمانكم، بغض النظر عن دياناتكم، بغض النظر عن تمسككم بهذه الأديان أو عدم التزامكم بهذه الأديان. أنتم في الدنيا يجب أن تعيشوا تحت مظلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: الخلق كلهم، ولم يقل المسلمون، الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. تسجل أنت علامات ترتقي بها في الدنيا عند الله بمقدار ما توصل المنفعة إلى البشرية، بمقدار ما تخدم أنت بني آدم، بمقدار ما توصل رسالة إنسانية وتحق حقا وتبطل باطلا وتعين مظلوما وتغيث ملهوفا. وعلى هذا الأساس قيمت خديجة الكبرى أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، المسلمون جميعا يعلمون أنه يوم جاء من غار حراء أول ما أنزل الله عليه اقرأ، جاء وهو تعب، وهو يقول: زملوني زملوني، دسروني دسروني، أصيب بالحمى، وهو يخشى الهلاك. لكن خديجة كانت تطمئنه وتقول: لن يخزيك الله ولن يضرك الله. لما لا يخزيه الله؟ كانت تستشهد خديجة بهذا، تقول: إنك تغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر. إذن قيمت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس خدماته، على أساس علاقته ببني البشر، على أساس علاقته بعباد الله. أنت رجل تحرص على كرامة الإنسان، حقوق الإنسان، إحقاق الحق، إغاثة الملهوف، إعانة المظلوم، لن يخزيك الله. وهكذا كان، لم يخزيه الله، وصار نبي هذه الأمة الذي وصلت رسالته إلى أصقاع الدنيا. لكننا مع الأسف اليوم نحن بسلوكياتنا، بأخطائنا، بمتاجرتنا بمبادئه، نحن نقزم دعوته، نحن نضيق الخناق على إسلامه. يجب أن نعود خطوات إلى الوراء، إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهج خلفائه الراشدين، ومنهج صحابته، لنفصل بين حقائق الإسلام المقدسة وبين اجتهادات الرجال وبين ممارسات الرجال. إن أوروبا لم تتقدم إلا بعد أن فصلت بين ما يدعونه بالنص المقدس الذي هو الإنجيل لديهم أو التوراة، وبين ممارسات الكنيسة. ممارسات الكنيسة كانت مملوءة بتصرفات خاطئة وسلبية أعاقت مسيرة أوروبا، ولذلك اضطر الأوروبيون أن يهمشوا مسيرة الرجال ويبعدوا اجتهادات الرجال، لأنها جهود بشرية وتجارب قابلة لأن تكون صحيحة وقابلة لأن تكون خاطئة. نحن اليوم يجب أن نطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها كان أولى بها. يجب أن نفصل بين نصوصنا المقدسة، الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وبين ممارسات الرجال واجتهادات آبائنا وتراث أجدادنا. نعود إلى هذا التراث، نأخذ منه الجذوة ونترك الرماد. ليس ذلك طعنا في أجدادنا، إن الرماد الذي يوجد في موقد أجدادنا يوما ما كان جمرة، لكن اليوم أصبح رمادا. يجب أن نوقد جمرات على جمرات أجدادنا، لنوقد شعلة تضيء الدرب أمام
هذا الجيل الذي يراهن علينا لنضيء الدرب أمامه بعلم ونور، نبني المستقبل معا من أجل أن تنهض أممنا التي أصبحت متأخرة، وبيننا وبين الأمم المتقدمة بون شاسع يجب أن نستنهض كل الطاقات من أجل أن نضعها، الملتزمة دينيا وغير الملتزمة دينيا يجب أن نستنهضها ونجعلها في خندق واحد يدا بيد من أجل أن نبني هذا البلد وهذا الوطن وهذه الأمة ونلحق بركب الأمم المتحضرة. كفانا متاجرة بالمبادئ والقيم، وكفانا عبثا بها، وكفانا عودة إلى عهود الظلام التي سادت أيام الدولة العثمانية، بل حتى في أيام الدولة العباسية والأموية لم تكن هي خيرة بشكل كامل ولم تكن نيرة بشكل كامل، إن مسيرة أجدادنا فيها الخير وفيها الشر، يجب أن نعود إليها، نبحث عن الخير فنطورها ونستثمرها، ونتجنب عن الشر، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى حين قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقوله تعالى أولئك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. إذن هناك أشياء أخرى لن نتقبلها منهم، لكن أحسن ما عملوا نتقبلها منهم، يتقبلها الله منهم، ونحن كأجيال جديدة جاءت من بعدهم نحن أيضا نتقبلها ونطورها من أجل خدمة المجتمع. إن العلمانية التي أقولها يجب أن يحملها المسلمون، لأن العلمانية إذا حملها غير المسلمين فلن تكون إلا علمانية أتاتورك، بمعنى معاداة للدين. لكن إذا المسلمون هم من تلقاء أنفسهم قالوا إن نصنا المقدس يجب أن يكون فوق الملاحظات، ولن نسمح لأحد أن يتاجر بهذه النصوص، إن الإسلام هو ملك الجميع، الأحزاب التي تعمل كيسار والأحزاب التي تعمل كيمين والأحزاب التي تعمل كحياد، وهكذا كل وشتى الإيديولوجيات إنها كلها من هذا الأرض، إنهم جميعا مسلمون. لا يمكن لجماعة معينة قد يكون 1000 أو 10,000 أو 100,000 يأتوا ويقول نحن مسلمون، نحن حملة كتاب الله، نحن الذين سنعيد عهد الخلافة الراشدة، أما هذه الأحزاب الأخرى فهي خارجة عن دائرة الدين. إننا بهذا نقصي الغالبية العظمى من المجتمع. نحن كمسلمين يجب أن نقول لهم افصلوا مؤسساتنا الدينية. إن المؤسسات الدينية في البلاد الإسلامية اليوم تعاني من قهر الدولة، ولن تستطيع المؤسسات الدينية لا في المسجد ولا في المدرسة أن تبدع وأن تخدم الإسلام وتجتهد إلا إذا فصلت نفسها عن الدولة. الكنيسة اليوم تتحرك بكل حرية، والسياسيون أيضا يتحركون بكل حرية. نحن اليوم بحاجة أن نفصل المسجد عن مؤسسات الدولة ليتحرك المسجد بكل حرية، وأنا واثق أن المسجد إذا كان حرا في خطابه في منبره في دعوته في ظرف سنوات قليلة سأغير المجتمع رأسا على عقب، ليس بالسيف وليس بالسيارات المفخخة، وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنبعث من القيم والمبادئ وتنبعث من مكارم الأخلاق. إن المجتمع في أرضيته مسلم، وحين يسمع رجلا مسلما شيخا عالما يتكلم بكل حرية في قيمه ومبادئه فلن يسعه لا اليمين ولا اليسار ولا الحياد، لن يسعه إلا أن يطأطئ الرأس احتراما لقيم الإسلام ومبادئ الإسلام. آمل في لقاءات أخرى أن نضيء هذا الموضوع بشكل أكثر وبشكل أدق. أرجو الله أن ألقاكم وأنتم بخير وتوفيق وسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.